بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أم إسلام معاكم من مطبخ أم سمسم. النهاردة جاية لكم بقى ببسبوسة اختراع. بصي بقى، لا لبن ولا زبادي ولا زبدة، بسبوسة اختراع وقمر قمر قمر. هقول لك بصي على نتيجة هايلة وبسبوسة هايلة وحاجة كده خطيرة، يعني حاجة كده ما تتوصفش بجمالها وحلاوتها وطعمها القمر، ومن غير تكاليف، بتكاليف بسيطة خالص. يعني لا لبن ولا زبادي يا جماعة ولا زبدة، تخيلوا. يعني حاجة جميلة جميلة جدا، حاجة كده مش قادرة. شوفي قد ايه مرملة وقد ايه ماسكة نفسها قوي ومرملة قوي، يعني تمسكيها كده ماسكة نفسها جدا وتاكليها بتدوب في البق كده زي الهريسة. بصي القمر، بصي انا حابة اوريكي بس شكلها ايه، بصوا جميلة ازاي، قد ايه مرملة. وهمسكها لك دلوقتي، بصي بقى تاكليها اطعم بسبوسة هتاكليها، تكاليف بسيطة. بصي ماسكاها نفسها ازاي، انا بوريكي ازاي. بصي بصي اختراع بجد. يلا جربي طريقتي دي وادخلي معايا على المقادير. واول مره تشوفيني يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. صلوا على النبي حبايب قلبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يلا بقى ما تنسوش تعملوا لي لايك وتشجعوني يعني بتشريفكم في قناتي، دي حاجه يشرفني جدا. تعالوا بقى نخش على المقادير ونقول عملنا ايه النهارده. اول حاجه معايا طبعا هجهز بقى كل حاجه جنبي عشان ايه نبقى كل حاجه مرتبه حوالينا. دي البوله اللي انا هعجن فيها. طبعا ده دقيق البسبوسه، وده كان نص كيلو، نص كيلو حوالي كوبايتين ونص من دقيق البسبوسه. وده انا بوريكي ازاي تعرفي ان هو حلو. تحطيه على ايدك كده تلاقيه ما يمسكش في ايدك، بصي اهو زي الرمل كده، شكل الرمل. ده كده نص كيلو حوالي كوبايتين ونص، تمام كده. تاني حاجه طبعا معايا كوبايه من السكر. وخلي بالك الكوبايه اللي بتعايري بيها كلها نفس المقادير. هتجيبي غلايه عندك. طبعا بوريكي احنا هنحط بيكنج باودر، استعملي كشيف وبيكنج باودر اي حاجه ايا كان الموجود عندك مش هيخسر، تمام، هيديك النتيجه حلوه برده. طبعا معانا كوبايه الا ربع من الميه، طبعا ميه مش لبن بقى ولا زبادي ولا اي حاجه، كوبايه الا ربع من الميه. هنحط كوبايه السكر مع كوبايه الا ربع من الميه وحوالي 3 معالق من السمنه بقى. عندك زيت ماشي، اي حاجه موجوده عندك، دي السمنه العاديه خالص بتاعتنا، تمام كده. تقدري تحطي سمنه عليها ماشي، عايزه تحطي زبده مفيش مشكله، بس انا بقول لك بتاعتي النهارده لا حطيت زبده ولا حطيت لبن ولا حطيت زبادي. هرفع الكلام ده كله بقى على النار عشان ادوب السكر بتاعي، مش عايزه الخليط ده يغلي، لا، انا عايزاه يبقى دافي كده زي دم العين، وفي نفس الوقت السكر بتاعك يكون داب، تمام. ده كان بعد ما داب جبته من على النار وكان بارد، يعني تحطي ايدك عادي بارد، مش اللي هو سخن، لا، يا دوب ان هو دافي خفيف كده. وهنا طبعا حطيت نص كيلو دقيق البسبوسه او كوبايتين ونص من البسبوسه دي السمولينا. وهنزل طبعا بالخليط اللي انا عملته على النار، اللي هو كوبايه سكر وكوبايه الا ربع من الميه وثلاث معالق كبار من السمنه او نص كوبايه من الزيت، تمام. يعني تقدري تستبدلي المكون ده بنص كوبايه من الزيت، تمام كده. وهنزل بقى بكده وهقلب. وطبعا هحط نص معلقه صغيره من البيكنج باودر وهقلب الكلام ده كله كده مع بعضيه. كنت مجهزه صينيه ده مبطناها بالسمنه وبالدقيق برضه ما بتمسكش، مفيش اي مشكله. طبعا زي ما انتم شايفين الصينيه بتاعتي كانت الوسطانيه في الطعم، يعني انا ما استخدمتش الكبير قوي ولا الصغير قوي. الطعم عندك بيبقى 3 صواني، انا خدت اللي في الوسط، تمام كده. يا رب يكون المعلومه عندك واضحه. هنزل بقى بالعجين بتاعي القمر ده واروح على طول مسوياه ودبه دبتين حلوين كده. وحطي بقى المكسرات اللي انت عايزاها بقى، اي مكسرات حطيها على الوش، مش عايزه تحطي خالص مفيش اي مشكله، تمام كده. نسيت اقول لك معلومه، لو حابه لو عندك جوز هند حطي 3 معالق على تمام كده، تحطيه مع الدقيق في الاول خالص، تمام حبيبتي. هنا طبعا جهزت الفرن بتاعي سخن، هدخلها على طول، هحطها على الشبكه، هولع من تحت بس. لاول ما الاقيها قربت مثلا تاخد لون اروح مولعش. طبعا زي ما انت شايفه انا هنا بحط السوداني والحاجات دي، بس انت زي ما بقول لك اوعي تحطيها على البلاطه بتاعه الفرن، انت بتحطي على الشبكه وبتولعي من خالص الا لما تلاقيها خدت لون من تحت. ولعي فوق حوالي دقيقتين 3 عشان تاخد اللون الحلو اللي انت عايزاه، وبعدين اطفي عنها. تمام، انا بقول لك على معلومات السوا، تمام كده حبيبه قلبي. هنا طبعا انا خلاص خلصت، هدخلها بقى الفرن بتاعي. وتعالي بريك اجمل بسبوسه هتعمليها، مش ممكن تفشل منك، ناجحه من اول مره، مقادير مظبوطه قوي وسهله قوي، يعني مش قادره اقول لك. انا دخلتها دلوقتي الفرن وهنعمل السيرب بتاعها. السيرب بتاعها عباره عن كوبايتين من السكر وكوبايتين من الميه، وهحطهم على النار يغلوا. انا مش حابه يعقد، انا مش هحط ليمون ولا اي حاجه، انا يغلي. مجرد يغلي البسبوسه بتاعتي هنا سخنه والسيرب بتاعي سخن. انا حطيت هنا باكو فانيليا او نص معلقه صغيره فانيليا، يعني ده عشان بتدي ريحه حلوه، لو مش حابه بلاش. تمام. هنا طبعا زي ما انتم شايفين هي سخنه والسيرب بتاعي نار، وزي ما بقول لك انا مش بعقده، انا يا دوب الثقوب وتبدا غليان بروح طافيه النار، بيكون البسبوسه بتاعتي تمام والسيرب سخن وهي سخنه وكله سخن. هي زي ما انت شايفه من نجاحها ان هي تشرب السيرب بتاعها. اول ما حطيت الحبه الاولانيين شربتهم، رحت نازله بكله، هتحسي بقى انه اتملت كده وتقولي يا نهار ابيض دي كله ده. من اهم نجاحها ان هي تشربه كله. هغطيها بقى واسيبها حوالي 10 دقائق ربع ساعه، انا كده غدا بقى، وابقى ارجع نشوفها مع بعض بعد ما نشوف بعد حوالي، شايفين شربت كل السيرب كان عليها. هرجع لك بقى بعد ساعه بالظبط. هنرجع بقى بعد ساعه. لو وصلتي بقى مع حد هنا مشكور، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس. هنا كان بعد ساعه بردت خالص اهي زي ما انت شايفه، لان اصلا الجو برد. وشربت كل السيرة، بصي ما فيش نقطه والله ما شاء الله.
وتعالي بقى نقطعها مع بعض واوريكي اجمل بسبوسه هتعمليها. مقادير سهله قوي. بصي بقى، لو انت ما بتعرفيش تعملي بسبوسه خالص، البسبوسه دي ناجحه معاكي من اول مره، من اول مره مفيش كلام. هخرجها بقى معاكي كده وهوريكي قد ايه هي ماسكه نفسها، لو لا مفروكه ولا متبهدله معاكي. جدا تاكليها كده بتدوب في بقك كده ذوبان. حاجه كده قمر. بصي قد ايه شكلها ماسك نفسه، وقد ايه حلو قوي بالمعلقه بتدوب ازاي في بقك. والله انا التصوير عندي ظالمها جدا 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 اقسم بالله. بس انا التليفون بتاعي على قد حاله، بس الحمد لله. بصوا بصوا قد ايه بتدوب، جميله 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 جدا جدا. بصي قمر. حاجه كده. بصي ماسكه نفسها ازاي كمان، عماله اقلبها لك كده واقلبها لك كده. في بسبوسه في الدنيا بتمسكيها ما تتفرقش معاكي، دي ماسكه نفسها وبتاكليها تدوب في بقك ده. يلا يا قمر بقى، لو اول مره تشوفيني اشتركي في قناتي وفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا حبايب قلبي، ما تنسوش لايك وتشجعوني بقى باشتراك وتشرفوني في قناتي. اترككم في رعايه الله والسلام عليكم.